في الاستوديو التحليلي الكابتن طارق دياب. ووصل لمواجهة اتحاد بن قردان يوم 28 من هذا الشهر بعد 10 أيام تقريبا. كرة فيها محاولة فرصة للهدف الثالث. خلاص تختتم المباراة وبالشمع الأحمر يبصم بالعشرة المؤثرة أو طه ياسين حسم الأمور، أنهى المواجهة، خلاص أنهى اللقاء، أعلن عن التتويج لمصلحة الترجي بالهدف الثالث. أنت دقت مدينة الدار البيضاء في المغرب ومواجهة الكبار بين الرجاء البيضاوي حامل كأس السوبر أمام نفس الفريق الترجي، والترجي التونسي حاق من لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي الموسم الماضي في مواجهة يحضرها أكثر من 50. ضاعت الكرة، محاولة التوغل على الجهة اليمنى، كرة خطيرة بابا الدفاع ضاعت في مباراة هكذا كبيرة. الخطأ كان فادح هنا من قبل فوسيني كوليبالي في أول كرة اخطفها محسن متولي على الجهة اليمنى، وجد صعوبة، انتظر الدفاع بمساعدة معدية أو بشرية أو جماهيرية، وخطيرة وضع تسلل وجول أنيس البدري حطها في الجول. كنت أعتقد بأنه في وضع التسلل، الحكم المساعد لم يشر لذلك، وهدف مباغت. هو الترجي نعم صاحب المواعيد الكبرى والمحطات الكبرى والأوقات الكبرى. في الدقيقة الرابعة والخامسة يهز الشباك عن طريق أنيس البدري، مساوى في القائم الثاني، استلمها بصدره وبرجله حطها في الزاوية البعيدة لأنس زنيتي. هدف مقابل 0. وضع التسلل أم لا تسلل، وطر على الجهة اليسرى، كرة خطيرة، حمد الهوني، كرة جول بابا جول. الترجي يبدع يا سلام، الرجاء في غيبوبة يا سلام، هدف ثاني بلعبة ثانية، فرصة ثانية، كرة ثانية، جول ثاني، لعبة عالمية يا سلام. أنس البدري لوتارا لحمد الهوني، حمد الهوني لوتارا جول. 2 مقابل 0 للرجاء في الدار البيضاء للترجي في الدار البيضاء أمام الرجاء. اللعبة عالمية يا سلام، أنيس البدري وتارا لحمد الهوني، لعبة ممتازة من هنالك. يا سلام على اللعبة، يا سلام على الجول. على مجال يتمكن وتارا من تسجيل جول، ولكن هذه المرة باليسرى.